النهارده هنتكلم عن أول خطوة أو أول حاجة المفروض إن أنا أبدأ آخدها عشان أبدأ أنزل سوق العمل. أول خطوة المفروض إن أنا أعملها، المفروض إن دي تبدأ من أثناء وأنا في الدراسة. أثناء وأنا في الدراسة المفروض إن أنا أبدأ أدور على مكتب هندسي أو مكتب استشاري. أبدأ إن أنا أنزل آخد فيه فترة تدريب، أتعرف فيها على الخامات اللي موجودة في السوق، أتعرف بيها على إدارة العمل، بنود العمل، دورة العمل، جدول العمل، حصر الكميات، الحاجات دي كلها. أيا كان اللي أنا باخده في الدراسة، سوق العمل أو الخبرة بتفرق معايا بشكل كبير جدا. ده يعني ده جانبا إلى جنب مع الدراسة. فبالنسبة لي فترة إن أنا أقضي وقت تدريب في مكتب أو في شركة، أقدر من خلال فترة التدريب دي إن أنا أحتك بسوق العمل وأحتك بالمقاولين وأحتك بإدارة العمل، وإزاي أرتب الشغل بتاعي، وإزاي أبدأ أحتك بالسوق. دي فترة مهمة جدا وحاجة مهمة جدا لازم أنا أقضيها. طيب تمام، أنا دورت ولقيت مكتب وبدأت إن أنا أنزل آخد فترات تدريب، وبدأت إن أنا أنزل أحتك بسوق العمل. إيه اللي أنا هتعرض له؟ يعني لما أنا أنزل مثلا سوق العمل، ايه الحاجات اللي انا هتعرض لها، وايه الحاجات اللي انا هقابلها، وازاي استفاد من الحاجات اللي انا هقابلها دي، سواء بالسلب او بالايجاب. اول حاجه هتعرض لها او اول حاجه هقابلها، هلاقي المواقع اللي انا بنزلها. انا هتكلم طبعا كجزء تشطيب وديكور. ان انا هنزل مواقع خاصه بالتشطيبات، مش هتكلم في مواقع الانشاء او الخرسانه، انا هتكلم في مواقع التشطيب او الديكور. هلاقي المواقع اللي انا هنزلها او الحاجات اللي انا هحتك بيها عباره عن ثلاث حاجات. اول حاجه، يا اما هلاقي موقع على الطوب الاحمر، خرسانه فوق خرسانه تحت، حوائط طوب، اللي هو الموقع اللي على الطوب اللي هو محتاج لسه تاسيس من الاول للاخر، لسه هبدا فيه تاسيس من الاول للاخر. دي اول حاجه ممكن اتعرض لها. تاني حاجه ممكن اتعرض لها بتكون مواقع واصله لمرحله معينه في التشطيب، سواء في كومباوند مثلا او في مجموعه عماير، اللي هي بتتباع على وضعها كده، وبيقولوا عليها نص تشطيب. نص تشطيب دي انا بلاقي فيها ايه؟ بيبقى عامل مثلا اعمال المحاره، مركب علب الكهرباء، ممكن يبقى مؤسس سباكه، ممكن يكون لا. بيسلمني الموقع على وضعيه معينه، نص تشطيب. هو بيقول نص تشطيب، فاضل لك هتركب السيراميك، هتعمل الدهان، الديكور بتاعك، هتختار الصحي، الكلام ده كله. فهم بيقولوا ان هي كده نص تشطيب. فدي تاني حاله انا بتعرض لها، او تاني حاجه بلاقيها في السوق. تالت حاجة بتعرض لها أو بلاقيها في السوق بتكون المواقع اللي هي بالفعل كانت متشطبة وكانت ساكنة، بيوت كانت مأهولة ساكنة، والناس بتبدأ تبيع أو تشتري، وبتبدأ إن هي تعمل لها ريديزاين، أو إن هي تبدأ تأهلها من أول وجديد على الوضع الحالي بتاعها. طبعا بيختلف البيت لما بيبقى ساكنه شخص من شخص تاني، الاحتياجات بتختلف. فبالتالي لما بيجي شخص يشتري بيت كان مأهول او كان ساكن، بيبدأ ان هو يعمل له اعادة تأهيل على حاجة تناسب حياته. والله ده كان عريس متجوز، لكن ده مثلا رب أسرة وعنده 3 أو 4 أفراد في الأسرة، عايز يقسم لهم غرف. ده ما كانش محتاج تقسيم غرف، كان محتاج مكان واسع، لا التاني محتاج، والعكس صحيح، وهكذا. فالطلبات أو الاحتياجات دي من اول النقط او من اول الحاجات المهمه اللي انا لازم اراعيها وانا ببدا شغل او انا بتعلم شغل. ازاي اعرف احتياجات العميل، وازاي ابدا اشتغل عليها، وازاي ابدا اوفرها له، عشان بعد كده ابدا انجح في المشروع بتاعي. فدي زي ما اتفقنا الثلاث حاجات او الثلاث حالات اللي انا هتعرض لهم في سوق العمل للمواقع. بخلاف ذلك ان انا ممكن اتعرض للحاله الثانيه، الا وهي الاعمال التجاريه. كشخص او كمهندس هيبدا ان هو ينفذ اعمال تشطيبات، بيبقى عندي حاجتين: يا سكني يا تجاري. السكني اتكلمنا عليه واتكلمنا في الحالات بتاعته. التجاري بالنسبه لي بيبقى مشروع معين ببدا ان انا اشتغل عليه. طيب خلينا نبدا من حيث انتهينا. المشروع التجاري، ايه اللي انا بلاقيه في المشروع التجاري؟ المشروع التجاري بيبقى مساحه معينه مطلوب ان انا احقق فيها حاجات معينه. بمعنى لو انا عندي محل مثلا 3 او 4 متر عرض في 6 متر طول، المحل ده لو انا هفتحه مثلا محل ملابس، زي ما هفتحه محل احذيه، زي ما هفتحه صيدليه، زي ما هفتحه فرن عيش، زي ما هفتحه ادوات معمار، زي ما هفتحه كافيه،
النشاطات اللي موجوده كلها. هل التجهيزات اللي انا هجهزها هنا هي اللي انا هجهزها هنا؟ بالطبع لا. هل الطلبات اللي العميل هنا محتاجها زي الطلبات اللي العميل من هنا محتاجها؟ بالطبع لا. يبقى اول حاجه عشان اعرف اشتغل تجاري لازم ادرس احتياجات كل نشاط. كل نشاط بخش مثلا الصيدليه، والله انا عندي في الصيدليات مثلا، في مجال الصيدليات ايه اللي الصيدليه محتاجاه عشان تبقى في حاجه هنا اسمها صيدليه. فمثلا بيبقى في مكان معمول للمعمل، بيبقى في مثلا بتارين معموله بشكل معين عشان خاطر فيها عرض الاشياء معينه. بيبقى في اماكن حفظ الادويه في كذا صيدليه بكذا مود. في ناس عامله مثلا كان اظرف، وكل حرف بيبقى فيه الادويه معينه بحرف معين. في صيدليات تانية عامله ادراج، في صيدليات ثالثه عامله رفوف، وهكذا. فانا لما بخش اي مكان المفروض بعيني، ودي من الحاجات اللي انا بقول فيها للشخص ان انت لازم تشتغل على نفسك. مش كل المعلومات لازم تجي لك بشكل نظري، لا، العملي مهم جدا. والاحتكاك بسوق العمل مهم جدا، وان انا اشتغل وان انا اشغل دماغي واشغل عيني وابقى فاهم انا ايه اللي مطلوب مني وايه انا عايز اخد ايه من كل حاجه. دي جزئيه مهمه جدا. فجزئيه ان انا اخش اي مكان ادرس تفاصيله. دخلت مثلا محل ملابس عشان اشتري مثلا ملابس، فابدا اشوف الحاجات القصيره متعلقه ازاي، الحاجات الطويله متعلقه ازاي، الحاجات المتطبقه متعلقه ازاي، الباترينا بتاعه العرض الشغل فيها معروض بأنهي شكل، توزيع الاضاءه متوزع ازاي، كم الاضاءه اللي موجود عامل ازاي، كاميرات المراقبه محطوطه فين. بيبقى فيه بروفات مثلا موجوده لللبس عشان خاطر الناس اللي بتقيس وبتشيك. توزيع الكاميرات وعلاقته بالحاجات اللي موجوده، مكان الكاشير المحاسبه محطوط فين، في اول المحل ولا في نص المحل ولا في اخر المحل. وبدرس الحالات دي من محل للتاني او من مكان للتاني، وانا ما بيني وبين نفسي بشوف افضلهم. الكاشير مكانه كان جوه بره ولا كان في بره افضل ولا كان في النص افضل. مكان توزيع الكاميرات ده كان مناسب بالفعل مغطي المساحه كلها ولا لا. توزيع الكاميرات ده كان ممكن يبقى افضل لو اتوزع بشكل تاني. فببدا اشتغل على نفسي او اقوم تفكيري واقوم دماغي ان هي تركز مع التفاصيل، مش بتركز مع الشكل، مش بتركز المكان ده الوانه حلوه ولا الوانه وحشه، ديكوره حلو ولا ديكوره وحش. لا، المهم في الموضوع عندي بيبقى التفاصيل، ان انا اركز في التفاصيل. التفاصيل الخدميه، التفاصيل هي اللي هتحقق نجاح المشروع من عدمه. الشكل مهم وضروري، وان انا احافظ على ديزاين معين وعلى ستايل معين، ده من الحاجات الكويسه ومن الحاجات المهمه او الاساسيه. مش هختار الشكل، يعني انا لازم الوظيفه بالنسبه لي بتبقى هي الاساسيه عشان اخد افضل خدمه من الخامه اللي انا اشتغلت بيها او الخامه اللي انا هستغلها في العمل. فبالنسبه لي لازم اهتم جدا بحته التفاصيل وبحته التوظيف. فاول حاجه لازم اتبعها وانا شغال مثلا في المواقع التجاريه او من غير ما اشتغل في المواقع التجاريه، لازم ابدا اشتغل على نفسي على حته الخدمات. كل مكان إيه الخدمات اللي هو بيقدمها، وكل مكان التفاصيل اللي موجوده فيه، والتفاصيل دي محتاجه ايه عشان تتحقق ومحتاجه تتحقق ازاي. وابدا ادرس واتابع الموضوع ده بشكل كويس سواء نظري او عملي. فدي الجزئيه اللي الشق التجاري او المحلات التجاريه محتاجاها مني في الفتره الاولى او في فتره الاعداد، ان انا ادرس التفاصيل بتاعتها، ادرس المساحات المطلوبه، ادرس شكل العرض، حركه المكان بتبقى ماشيه ازاي. العميل بيبدا ياخد الحاجه الاول ويبدا يتوجه بيها للحته الفلانيه، وبعد كده بيبدا يخش يقيس في المكان الفلاني، وبعد كده بيخرج بيحاسب في المكان الفلاني. فبالتالي دي دوره معينه. الدوره دي بتختلف من مكان لاخر. المفروض ان انا بعيني ابدا ادرس كل مكان اخشه، وابدا اشوف افضل دوره من الدورات دي ايه، والعيب هنا اللي موجود عيب عشان خاطر ايه، او هو اضطر يستخدم العيب ده ويتعامل معاه ليه، عشان ممكن ضيق مساحه، عشان ممكن مفيش المكان الا مدخل واحد مثلا او مخرج واحد، لا المكان هنا ليه مدخل وليه مخرج، فالتفاصيل بتختلف وهكذا. فلازم اتعامل مع الموضوع بذكاء وبحرفيه، ودي من الحاجات اللي لازم اشتغل بيها او عليها بنفسي، او اشتغل على نفسي في جزئيات زي كده عشان خاطر اقدر اجمعها وافهمها كويس جدا، عشان خاطر لما احتك بمشروع زي كده ابدا اتعامل مع تفاصيله، وابدا اشوف ايه الحاجات اللي هو محتاجها مني، وابدا اطبقها. ده بالنسبه للجزء التجاري. طيب نيجي بقى نتكلم عن الجزء السكني. احنا زي ما قلنا الجزء السكني بتعرض لثلاث حالات. اول حاله اللي هي اللي على الطوب، ثاني حاله اللي هي النص تشطيب، ثالث حاله اللي هي البيت اللي كان مأهول او كان مسكون وبعد كده
حد اشتراه مثلا، او اللي قاعد فيه ذات نفسه طلباته اتغيرت فحب ان هو يعدل فيه او يعمل له صيانه كامله او متكامله. بالنسبه لي افضل حاله في دول ان انا اشتغل فيها وانجز شغل. افضل حاله او اسهل حاله لو البيت او لو المشروع قدامي على الطوب الاحمر. مشروع قدامي على الطوب الاحمر لسه ما اتحطش محاره، لسه ما توزعش علب كهرباء، لسه ما اتحطش سباكه، لسه بالنسبه لي موضوع او مشروع لسه هبدا اشتغل فيه. فبالنسبه لي الموضوع بيبقى مناسب جدا ان انا اقدر اشتغل على المشروع ده وابدا طلباتي من الاول للاخر بدون ما يبقى في اي حاجه تعوقني، او بدون ما يبقى في حاجات مفروضه عليا. فببدا ان انا بعمل البلان بتاعي وبعمل الخطوات بتاعتي اللي هنتكلم فيها ان شاء الله في المراحل اللي جايه. وببدا ان انا ابدا شغلي على طول، ادخل بند في بند في بند في بند، وابدا اتابع البنود دي لحد ما بسلم الموقع او بسلم المشروع. طيب تاني حاله ممكن ان انا اقابلها واشتغل عليها زي ما قلنا، اللي هي الحاله النص تشطيب. زي مثلا 90% من الكومباوندات في مصر بيجي يسلم العميل الموقع نص تشطيب، يا دوبك زي ما قلنا الاعمال المحاره، علب الكهرباء والخراطيم ممدوده. طبعا بيكون بشكل ثابت او بشكل عشوائي، مش شكل ممنهج ومدروس، ان مفيش ديزاين العميل عامله وشغال عليه. هم عاملين تقسيمه ثابته، التقسيمه دي بتخدم المشروع كله. والعميل لما بيجي يستلم المشروع بتاعه بيبدا يعدل على حسب طلباته او على حسب احتياجاته. دي بالنسبه لي بتبقى اصعب شويه، ان انا ساعتها بيبقى عندي محاره معموله مش عارف المحاره دي بتبقى كويسه ولا وحشه. فلو وحشه بضطر ان انا ازيلها او اعدل فيها او بشوف ايه الخطوه اللي انا باخدها، وهنتكلم في الخطوات دي بالتفصيل في المراحل اللي جايه. وببدا ان انا اعدل الشغل، وببدا ان انا اشتغل عليه او على الوضع بتاعه، وببدا انشئ الشغل بتاعي على الوضع ده. طيب ثالث مرحله وهي اصعبهم بالفعل، اللي هي لو انا داخل بقى على موقع كان متشطب، معمول فيه السباكه، معمول فيه الكهرباء، معمول فيه السيراميك، معمول فيه الجبس، معمول فيه كل حاجه، وهبدا ان انا اشتغل في الموقع ده. ويا سلام بقى لو العميل كمان ما عندهوش الامكانيه ان هو يشيل مثلا السيراميك. لا والله انا عايز اظبط واعدل بس انا مش هغير السيراميك، انا عايز اظبط واعدل بس انا مش عايز اكسر الجبس، انا عايز اظبط واعدل بس انا مش عايز كذا، بس انا عايز كذا. فببقى محكوم او مفروض عليا حاجات معينه او طلبات معينه لازم اراعيها وانا شغال عشان خاطر احافظ للعميل على بادجت التكلفه. ما انا برضو زي ما مطلوب مني ان انا اطلع شغل بكواليتي كويس، مطلوب مني برضو ان انا اشتغل على قد البادجت بتاع العميل. مش كل العملاء معاها الامكانيه ان انا اصرف كتير وان انا اكسر ده كله وارجع اعمله من اول وجديد والكلام ده كله. فانا كشخص هنزل سوق العمل وهنزل اشتغل، المفروض ان انا بادي الخدمه بتاعتي او بادي الوظيفه بتاعتي بناء على احتياج العميل، فيما طبعا لا يضر اصول الصناعه او ثوابت الصناعه. فلازم اراعي جزئيه التكلفه وانا شغال، ولازم اراعي طلبات العميل واحترم طلبات العميل فيما لا يؤثر على جوده العمل. يبقى احنا اتفقنا ان اول 3 حالات او اول 3 حاجات انا هتعرض لهم اول ما هنزل سوق العمل، ان انا هتعرض لموقع لسه على الطوب الاحمر، يا هتعرض لموقع نص تشطيب، يا هتعرض لموقع متشطب بالكامل وهبدا اعمل له ريديزاين وهبدا اعمل له اعاده تاهيل. طيب تمام، احنا كده عرفنا ايه اللي هنقابله في التجاري وعرفنا ايه اللي هنقابله في السكني. نبدا بقى ناخد الخطوه ازاي. ايه هي اول خطوه اعملها لما ابدا انزل اشوف موقع، او لما ابدا انزل اشرف على موقع، او لما ابدا انزل اشتغل في موقع؟ ان شاء الله هقوله لكم الحلقه الجايه.